إحساس إن نحب نفوز. إن شاء الله فايزين ومتأهلين 2026 فايزين إن شاء الله 3-1. أنا أحس المنتخب الإماراتي بيفوز على المنتخب العماني. يعني أنا ما شفت المنتخب في مرحلة نفس هاي، مباراتين يمكن صنع لك حدث تاريخي. نحن متأملين في المنتخب إن شاء الله نحصل ال6 نقاط. والله الحماس كبير والتفاؤل كبير، إن شاء الله مباراة كبيرة أكيد فوز لمنتخبنا الوطني. والله حاضر اليوم. ما بتتابع كورة؟ ما بتابع سر كورة بس عشان المنتخب، والله العظيم عشان المنتخب أنا جاي صراحة. أنا أحس المنتخب الإماراتي بيفوز على المنتخب العماني. أجواء صراحة حلوة يعني. دائما المباريات يعني فيها أجواء غير متوقعة، فإن شاء الله فالنا الفوز بإذن الله تعالى. إن شاء الله هذا جسر محبة دائما بين الخليج وجميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة. والله نتمنى أن المنتخب يعطي كل ما عنده في هالمبارتين، في النهاية هي 180 دقيقة تفصلنا عن حلم، وإن شاء الله أنهم قادرين يسوونها ويتأهلون إلى كأس العالم. الحماس فل، أنت من الحماس ما تعرف شو تسوي. نحن من اليوم الود ودنا نروح نرقد صوب الملعب. مباراة قطر والإمارات تخدم منتخبنا إن شاء الله. إن شاء الله رايحين لأمريكا 2026 كأس العالم. احنا جايين إن شاء الله الحلم إن شاء الله بيتحقق. أحب الإمارات أنا والله، أتمنى توفيق الإمارات إن شاء الله. أنا متفائل خير. المعنويات عالية وإن شاء الله نفرح، الكل إن شاء الله يفرح إن شاء الله بإذن الله. المباراة راح تكون قوية من بين الإمارات وعمان، كل التوفيق للمنتخبين. أنا كوني عماني أتمنى الفوز لعمان، ولكن إن فازت الإمارات كذلك جارتنا وأهلنا وأخواننا وحبايبنا هم كذلك يستاهلوا، فكل التوفيق للمنتخبين إن شاء الله، وأتوقعها 1-0 لعمان. 3-1 إن شاء الله. إن شاء الله 5-0. متوقعين أن الكفة للإمارات أقوى إن شاء الله. والله أنا متفائلة خير إن شاء الله، عندي إحساس إن نحب نفوز، إن شاء الله إحساسي يكون في محله. حضرت المباراة الأولية لقطر، انتهت 0-0، وأنا أشوف نتيجة إيجابية لمنتخب عمان. أتوقع أن عمان راح تدخل المباراة الجاية بحماس أكثر. تعادل وايد صالح المنتخب، أنك أنت الحين تفوز عمان وتطلع من آخر مباراة ضد قطر بتعادل إيجابي، أنت تأهلت كأس العالم. جدا إيجابية بالعكس، الحين داخل المجموعة وأنت تقريبا تقدر تقول مرشح الأول، متعثرين الخصوم ضدك، تفوز اليوم إن شاء الله خلاص بنسبة كبيرة أنت متأهل. أدينا أداء متميز مع دولة قطر الشقيقة، وانتهت بتعادل الطرفين، وإن شاء الله على أمل إن شاء الله الفوز بكرة بإذن الله. قطر كان مستحوذ على المباراة، لكن المنتخب العماني طلع نقطة من هناك. كل مباراة وظروفها، لكن إن شاء الله بكرة الاحتفال بيكون في سوق واقف بفوز منتخب